قناة التلفزيون الجزائري ندخل بيوتكم أعزائنا وين ما كنتوا في سهرة رمضانية أخرى تجمعنا وإياكم. سعيدة أنا منى ورحيم أننا ندخل بيوتكم مشاهدينا مع أهل الفن ونجوزوا أحلى أوقات مع أحلى مشاهدين. صحة فطورك رحيم. صحة فطورك منى، صحة فطوركم مشاهدينا الكرام، انتم اللي اخترتم قناة التلفزيون الجزائري. أهلا وسهلا بالجميع سواء كنتوا داخل خارج الوطن، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا في عدد جديد ومتجدد دوما من برنامجكم وسهريتكم أنغام بلادي رمضاني لمنامونة. أنغام بلادي في حلة رمضانية جميلة تليق بمقام المشاهد الكريم خلال هذا الشهر الفضيل، وراح نستمتع وإياكم مشاهدينا في أحلى سهرة ولمة وقعدة رمضانية تجمعنا وإياكم. أرحم فعلا هي أجواء ولا أروع دائما من خلال هذا الديكور الرائع والإضاءة الرائعة كذلك في نفس الوقت. ضيوف صف أول مختلف الطبوع راح يكونوا حاضرين معنا لبرنامج أنغام بلادي رمضاني لمنا دائما على الخير على المحبة يا منى. هذا هو سيدنا رمضان، وهذه هي السهرات الفنية الراقية الرمضانية الجزائرية التي تجمعنا من خلال التلفزيون الجزائري. خلونا نعرفكم بنجوم السهرة اللي راح يفوتوا معنا أحلى أوقات في أنغام بلادي. خلينا نستقبلوا رحيم وأنا النجمة نادية بارود تحت تصفيقاتكم. مرحبا، تفضلي نادية. صحة رمضانك. مرحبا، تفضلي. خير. من جبال جرجرة والأغنية القبيلية روحوا إلى جنوبنا الكبير إلى تمن راست حتى نرحبوا بنجم آخر من نجوم أغنية ترقية، حسين تيكلت. حسين تفضل. مرحبا بك، رمضان كريم. مرحبا. صح رمضان، تفضل. من مدرسة ألحان وشباب ومن أجمل أصوات المدرسة تشرفنا بحضورها الجميلة المتألقة اللي رايحة حاضرة معنا الفنانة نرجس عبد الدايم. هادو هما ضيوفنا يا رحيم. هم يعني من خيرة الأسماء الفنية في الجزائر، فرحانين بزاف منى، وإحنا نعيشوا هذا العدد من برنامج أنغام بلادي رمضاني يلمنا دائما مع هذه الأصوات الرائعة منى والجميلة واللي يحبها الجمهور. وهذا هو التنوع الثقافي الجزائري والفسيفساء الجميلة اللي صنعوها أهل الفن في عالم الفن الجزائري. فسيفساء جميلة منى، خاصة أنه البرنامج تاعنا والسهرية تاعنا أنه في كل مرة يكون فيه فرقة فنية من مختلف ربوع الوطن، إضافة لاسمين نجمين في مختلف طبوع الجزائرية. خاصة منى ما يخفالكش أنه جزائرنا بلد القارة في أصوات كثيرة، نجوم كثار اللي أكيد في كل مرة يكونوا حاضرين من خلال برامج تلفزيون الجزائري، وإحنا نعيشوا هذا الشهر الفضيل. جميل رحيم، ونتكلموا على الطبوع الفنية ونبدأ نرحبوا الآن بنجمتنا نادية بارود اللي شرفتنا بحضورها وتصفيقاتكم من فضلكم. صحة رمضانك، صحة فطورك. رمضانكم منى، زلف لون دحميان. نقول صحة رمضانك منى، صحة رمضانك رحيم. سعيدة جدا أنا متواجدة اليوم معكم ومع قاعد الوجوه النيرة وكل الأصدقاء اللي ما شفتهمش يعني هذه مدة، وانتم كذلك ما شفتكمش هذه مدة. مرحبا. يسلمك، ويعني سعيدة وشكرا على هذه العرضة الجميلة، وإن شاء الله نفوتوا سهرية كما يقولوا كما يحب الخاطر كما يقولوا احنا وشابة وهذه هي. ونقول لك رمضان كريم للجميع وهذا مكان. نحن الأسعد نادية نجمتنا، مرحبا بك، دار دارك انت بالتلفزيون. اكيد كل ما نشوفوك نفرحوا، حتى الجمهور تاعك يفرح. روحوا كذلك عند حسين نقول لك صحة رمضانك وصحة فطورك. مرحبا بك. صحة فطورك.
صحة رمضانكم وصحة فطوركم وكاع ليكم وكاع المشاهدين الكرام وكاع اللي راهم هنا معنا. تنمرت في اللون هلا يعطيك الصحة. إذا شجعناها وتبعناها في البرايمات، أبدعت وتألقت. نرجس اللي رايحة حاضرة معنا، رمضان كريم ومرحبا بك في أنغام بلادي. صحة رمضانكم، صحة فطوركم. شكرا. نشكركم على الدعوة الشابة هذه، ولا طالما كان التلفزيون الجزائري هو الدعم الوحيد لنا احنا الفنانين وحنا المواهب الشابة. نقول لكم شكرا على هذه الاستضافة وشكرا على الدعم تاعكم الدائم. شكرا نرجس، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة نرجس. راح نحكيو على التجربة تاعك من خلال برنامج ألحان وشباب، راح نحكيو على مختلف الأغاني اللي كنتوا أديتوها دائما من خلال هذه البرايمات الجميلة اللي كنا شاهدناها كامل منى. صحيح، محلاها قعدة ومحلاها قعدة ومحلاها سهرية عبر قنوات التلفزيون الجزائري. يلا ننطلقوا، يلا نسموا بسم الله. نادية، كيفاش مع سيدنا رمضان؟ احكي لنا، ورانا نتبعوك من خلال المسلسل الرمضاني، راكي تشوقي فينا كل مرة. احكي لنا على هذه التجربة. يلا. والله تاني رمضان اللي صح هاد يعني العام اللي فات وهذا العام كان عندهم واحد النكهة هكذا، وعودتي للتمثيل بعد سنوات من الغياب. ونشكر التلفزيون الجزائري على الثقة هذه اللي وضعها فيها، لأنه أنا بنت التلفزيون قبل كل شيء. هنا بديت وخطواتي الأولى كانت هنا في التلفزيون، وشرف لي أنه رجعت ليه حتى بعد عودة يعني بعد سنين للتمثيل. والعودة كانت قوية نادية والحمد لله. يا رب يكون الجمهور من هذا الرأي. في الموسم الأول اللي أسعدني المخرج يعني يوسف محساس اللي هو كان يعني قدم لي هذه الدعوة باش نكون ضمن القائمة تاع الممثلين السنة اللي فاتت، وكذلك هذه السنة يعني كذلك كنت معهم. إن شاء الله يكون الجمهور تابع الموسم الأول وعجبه، وإن شاء الله راهو في صدد متابعة الفراق 2 وعجبوه لكل الممثلين وما قدمناه، لأنه كان يعني عمل جبار وعمل كبير. وهو كيف نقولوا التلفزيون الجزائري جمعنا كلنا ولمنا كلنا، وان شاء الله يكون الجمهور الجزائري تاعنا والعائله الجزائريه يعني تلمت امام التلفاز وشافت يعني هذا المسلسل، ودوري يعني اللي هو دور لويزا يكون عجبهم، وهذا ما كان ان شاء الله. أكيد أنه عجبهم، خاصة أنه التلفزيون الجزائري منى كان سخر كل الإمكانات المادية وحتى البشرية باش يكون عمل كبير. وحقيقة يعني اليوم راهو يحقق نسبة مشاهدة كبيرة الحمد لله، خاصة أنه الكاستين كان لاباس بهذا العام ثاني. الحمد لله والله كان يعني انضمام قائمة كبيرة من الممثلين هذه السنة، وإن شاء الله هذه هي كل واحد كان يعني أدى اللي عليه، وإن شاء الله الجمهور يعني الرأي الأخير هو الجمهور هو اللي وراح نشوف ورانا نشوفه يعني ضمن يعني عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه هي. وإن شاء الله يكون دائما من الحسن إلى الأحسن فيما يخص الإنتاجات إن شاء الله. يعطيك الصحة. شكرا. حسين، وش راك؟ والله صفا الله باس الحمد لله. كيفاش راك تفوت سيدنا رمضان؟ والله سيدنا رمضان احنا في الجنوب عنده طابع ثاني صح، خاص جدا. خاص جدا في الجنوب يعني تتلاقى العائلات وبعد صلاة التراويح بعد ما يمشوا للجامع يصلوا يعاودوا يتلاقاو وكاع لي فامي العائلات يتشوفوا، وعندنا يعني جلسات رمضانية الحمد لله. وهذا هو شهر الرحمة والبركة والغفران، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم العام الجاي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. نعود نروحوا عند نرجس نجمتنا، نجمة برنامج ألحان وشباب. رمضان 2025 كان زي، ورمضان 2026 نرجس واحدة أخرى بعد يعني شهرة تاع برنامج ألحان وشباب. كيفاش راكي تعيشي رمضان 2026؟ رمضان تاع 26 انا عندي مميز، لانه ما الفتره تاعو الفتره اللي خرجت من الحان وشباب شغل ماشي بعيده. راني فرحانه بالانجاز اللي درتو، باسكو باش تدخل لمدرسه الحان وشباب
لازم تكون فريمون موهوب وفريمون فنان. تجربة ألحان وشباب غيرت لي كاع حياتي، ماشي غير رمضان، باسكو تجربة لا غبار عليها. نعم. أما من الكوتي تاع الدار نقول لك بلي الفنانة الجزائرية كما فنانة في الألحان ولا في التمثيل ولا فنانة في المطبخ تاني رانا مع الطياب، مع الطبخ والأطباق الجميلة الجزائرية، ونقول الشعب الجزائري صحة رمضانكم كامل. يعطيك الصحة. نوليو لحسين. حسين اليوم راه يمثل الفرقة الموسيقية الفنية التراثية الأصيلة جدا تيكلت، والتيكلت معناتها خطوة وخطوة إلى الأمام، هكذا حسين؟ أكيد والله. تيكلت اللي هي خطوة، يعني دائما الإنسان في حياته راه مهما هو عايش مع المجتمعات ومع الناس يخطي خطوة، ونتمنى إن شاء الله كل إنسان عنده خطوة في حياته تكون خطوة أمل وحب وزعني حاجة تكون إيجابية مليحة. يعطيك الصحة. وديما في اجتهاد، وعلى بالك يا رحيم أنه حسين يكتب ويلحن ويعزف أكيد. وينتقي الكلام وياخذ وقته يعني باش يخرج سينجل، يعني ماشي مستعجل هكذا. لا ديما تنتقي وتاخذ كل وقته. احنا نمشوا مشية البعير، البعير يمشي بالعقل، يمشي بالعقل بصح يوصل. يعطيك صح. دائما عنده تصفيق على حسين. هذه فلسفة هذه فلسفة. الواحد دائما في حياته يمشي بالعقل ويوزن الأمور ومن بعد ينطلق. شغل العجلة هذه يقول لك في العجلة شغل الندامة، كي شغل كي تعجل بزاف صوالح طراطيم تقول لا كان غير تأنيت شوية كون هذه الحاجة راني درت لها هاك ولا عاودتها كيما هاك. خاصة في الموسيقى، يعني الموسيقى تبغي تكون تتخطط لها مليح، تحط الألحان، تنحي تجيب الكلمات هادو يناسبوا اللحن ولا ما يناسبوش. لازم شوية يعني فيها تكسر الراس كما نقولوا. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. وعلى سيرة الخطوة، كانت عندك خطوات لاباس بها، خاصة أنه كنت شاركت في مهرجان تاع من راست أكيد مع موسيقى تاع الجنوب، وتجيتنا من أضرار. تحية ليك، ومن خلالك نحيي كل ناسنا وأحبابنا في أضرار وجنوبنا الكبير. على سيرة الخطوة، نجمتنا نهار اليوم هي منى من أكثر الأسماء تداولا في بورصة الأسماء الفنية الجزائرية، خاصة الأغنية القبيلية. خطوة كنت بديتي مع تقديم في برنامج نغمة الموسم نظن، بعدها رحتي للتمثيل، بعد قعدتي يعني سيرة كبيرة ومسيرة كبيرة في ميدان الفني، خاصة الأغنية القبيلية. وش تحكينا على هذا الباركور، على هذه المسيرة اللي كلها نجاح؟ يعني سان باركور اللي حبيته، وكنت حابة يعني كان أكيد بعد الدراسة اللي كان لازم باش نكمل، لأنه الأولياء قال لك لازم تكملي دراستك. بعد هذا كان خلاص أطلقت العنان لهذاك الحب والهوس تاع الأضواء وتاع ما وراء الكاميرا، وكانت بداياتي هكذا الخطوات الأولى في التنشيط في التلفزيون، ومن بعد كانت فرصة الالتقائي ببعض المخرجين آنذاك، الله يرحمه علي سرية، بالقاسم واحدي، بديت معهم الخطوات الأولى في التمثيل. وبعدين رحت كذلك الحب الأول اللي هو الغناء، اللي هو ما استغنيتش عليه طيلة سنوات. قدمت يعني ألبومات كثيرة وكبيرة في سنوات التسعينات، وشاء الأقدار أنه نرجع لها في هذه السنوات الأخيرة. إن شاء الله تكون برك أدينا هذه الرسالة اللي كانت احنا نقولوا الفن رسالة، ويعني نقولها خطوات كيفاش نقولوا إن كارير متواضعة، يعني مش يعني لكن نادية. حب الجمهور هو أحلى شيء بالنسبة لي. أكيد يعني نادية، أنت مشوارك الفني ثري وغني وما نحكوش عليه، قد ما حابين نسمعوا صوتك الآن وتتفضلي يلا تحت تصفيقات الجمهور الكريم. نادية تفضلي.
بيد الحنة مسحي الجبين ديري الخامسة حفظك من العين بيد الحنة مسحي الجبين ديري الخامسة حفظك من العين السلام عليك الله يخليك السلام عليك الله يخليك يا شمعة اللمعة شمعة اللمعة السلام عليك الله يخليك السلام عليك الله يخليك يا البيضة الناصعة يا البيضة الناصعة بدلي واجي يا زينة التاير بالكراكوس سروال الشلقة كملي وفرجي جبت قبايل بالخلاخل مقايس الحلقة بيد الحنة مسحي الجبين ديري الخامسة حفظك من العين بيد الحنة مسحي الجبين ديري الخامسة حفظك من العين السلام عليك الله يخليك السلام عليك الله يخليك يا الشمعة اللمعة شمعة اللمعة السلام عليك الله يخليك السلام عليك الله يخليك يا البيضة الناصعة يا البيضة الناصعة يعطيك الصحة يعطيك الصحة. تفضلي معنا تفضلي نادية الشمعة اللامعة. رحيم وضواتنا اليوم يا منى ضواتنا اليوم أكيد. حوستي بينا نادية وتكلمتي على اللباس التقليدي الجزائري الأصيل اللي تلبسوا العروس يوم زفافها. كلمينا على هذه الأغنية الجميلة الشمس اللامعة. الشمس اللامعة والسلام عليك هي نحكيو على العروسة يعني عامة. كانت أغنية خرجت بداياتي في التسعينات وكان ألبوم كامل بالعاصمة يعني. وارتأيت جبت العروسة واش تلبس كامل وكتبنا عليها اللي كان كاتبها ولحنها فريد كزيم الله يرحمه يعني هو اللي كان يكتب لي في بداياتي. وهذه هي. وتكلمنا على الكراك وعلى الجبة وكاين جزائر ثرية يعني ما شاء الله عليها. صح جزائر ثرية ومن منطقة لأخرى فيه لباس وألبسة تقليدية جزائرية اللي احنا فخر لنا كجزائريين. كذلك فرقة تكريت وحسين كذلك يلبسوا الزي التقليدي الصحراوي في مختلف المناسبات ولا النشاطات ولا الفعاليات الثقافية اللي يشاركوا فيها كذلك. أكيد هو الإنسان يعني بصفة عامة كل واحد وكيفاش يلبس وكل واحد وتقاليده وثقافته وموروث اللي يعني يقدموا للناس. كيما حنايا راك تشوف اليوم راني لابسه زي التقليدي هذا أبا عن جد يعني قاعد نلبسوه في الصحراء. لو تسميهولنا من فضلك هذيك من الفوق هذيك واش نسموها؟ هذه يقولوا لها تكاردي وهذا يغيود وهذه تيرا سويد. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. وأكيد كانت عندكم مؤخرا في نهاية 2025 كان مشاركة لكم في المهرجان الوطني الثقافي للأغنية الأمازيغية. كان فيه تواصل ولا أروع مع الجمهور تاعكم في تمنرست. يعني هو كانت مشاركة رائعة جدا وكان إقبال كبير من الجمهور وحتى يعني حتى من السواح خارج الوطن جاوا يعني الحمد لله. ونشكر يعني الناس اللي نظمت هذا المهرجان والناس اللي وقفت عليه والصحافة تاني اللي يعني من خلالها نشوفوا هذه الحفلات وكان حضور يعني رائع جدا. ونتمنى إن شاء الله الطبعة الثانية إن شاء الله الجاية تكون على هذا إن شاء الله في نفس المستوى. طيب مهرجان الأغنية الصحراوية يعني كان فيه إقبال كبير من عدة دول وشفنا بزاف فرق وتلاقينا بزاف فنانين من مختلف يعني الطبوع نتاعهم في الغناء الصحراوي.
يعطيك الصحة. حتى أنتم فرقة تكلت أبدعت وتسلطنت، يعطيكم الصحة. لو تفضلتم تعطيني هكذا بصوتك الجميل والقوي مقطع صغير قبل ما تمتعنا، تفضل. يزيد فضلك نعطيكم أول قصد على ذوقك، تفضل. ديري لنا مان، ديري لنا مان، وريت الديلي مضانا، ديري لنا دنسا، ديري لنا دنسا، وريتي دوا ينهار جنم. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. إذا تتفضل حسين تكلت وتقدم لنا أغنيات تحت عنوان سبحان الله هايتما. أنت كتبتها؟ أنا كتبتها هي. ولحنتها؟ أنا كتبتها ولحنتها. يعطيك الصحة. تحت تصفيقاتكم من فضلكم، تفضل. سبحان الله هايتما، يدتانا وانا هنيت. سبحان الله هايتما، يدتانا وانا هنيت. سبحان الله هايتما، يدتانا وانا هنيت.
يعطيك الصحة. شكرا، يعطيكم الصحة تاني انتم والجمهور الرائع اللي راهو معنا اليوم تاني نحيوهم. يعطيكم الصحة. محلاها سهرة يا رحيم. محلاها سهرة ومحلاها لما، وهذه الأجواء دائما تلقاوها إلا في برنامج أنغام بلادي رمضان. يلمنا دائما على المحبة وعلى الخير. ما زلنا متواصلين معكم جمهورنا الكريم بعد ما استمعنا واستمتعنا معكم مع أغنية صحراوية ترقية من أداء الفنان تاعنا حسين. راح نواصلوا معنا مع نجومنا لنهار اليوم، وحضر معنا كذلك نرجس نجمة برنامج ألحان وشباب. أكيد نعود نرحب بك من جديد، وهذه التجربة تاع برنامج ألحان وشباب أكيد هي تجربة جديدة ليك، وراح تضيف لك إن شاء الله في مسيرتك الفنية. وش تقدر تحكينا على هذه التجربة تاعك نرجس؟ اولا ترحب بك الجنه. تجربه الحان وشباب كما سبقت وقلت لك تجربه لا تنسى. علمتنا بزاف عفايس، علمتنا كيفاش نتعاملوا حتى في الحياه ماشي غير مع الفن. مدرسة بكل المقاييس تاع الدراسة، مدرسة تعلمنا فيها الغناء الصحيح، تعلمنا فيه كيفاش نوقفوا في المسرح، تعلمنا كيفاش نتعاملوا مع الناس، كيفاش نتعاملوا مع الجمهور، كيفاش نكسبوا الجمهور، كيفاش نكونوا فنانين خلقا وأخلاقا. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. ولو تفضلتي خلي الميكروفون من فضلك قدامك ومتعينا شوية بهذاك الصوت هكذا أكابيلا. تفضلي. يا جرحي ويلي من دار ما فيهاش فراش مخمل وين راحت مولاته، واللي كانت واقفة صدت ومشات، حتى ملوك زادت هجراته. الله عليك، على بالك رحيم ونادية وحسين. هذا السكرة الجميلة من السكرة بسكرة يعني أصولها. وهذه الأغنية لزهر الجلالي الأميمة هكذا. يعطيك الصحة. وش رأيك في صوتها نادية؟ أنا شتيني شرحت يعني مع الكلمات، ويعني كلمات مؤثرة والصوت كان جميل يعني لايق بها ويعطيها الصحة. وأكيد أن دخولها الألحان والشباب ما كانش هكذا يعني كانت طبعا كانت لايقة باش تدخل هذه المدرسة، وكان عندهم حظ باش يكونوا يعني تكون ضمن هذه القائمة، وكانت أصوات جميلة يعني حقيقة. صح. المدرسة يعني الدفعة الأخيرة هذه يعطيهم الصحة، وإن شاء الله يتألقوا ويتابعوا مشوارهم ويزيدوا يصقلوا الموهبة هذه ويزيدوا يواصلوا مشوارهم، ونتمنوا لهم النجاح دائما إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. هو أهم شيء صقل الموهبة كاين، لكن لازم لها تأطير، لازم لها كذلك صقل بالعمل بالممارسة بالنزول الميدان. الان درك هما تعلموا، كان عندهم الحظ باش يتكونوا، باش الشيء اللي ممكن حنا ما كاش عندنا هذا الحظ. صحيح. يعني في السنوات اللي فاتت هما تكونوا، وكما قلت يعني تعلموا الكثير. الان دخول الميدان والمصارعه مع كل المواجهه مع كل هذا يعني الميدان الشتاني يعني راح يكون يساعدهم طبعا واش تعلموا في المدرسه، لكن اكيد راح يصيبوا طريقهم ان شاء الله. شيء جميل. ان شاء الله. يعطيك الصحه ناديه. الشيء اللي عجبني عند ناديه هو انه كما رحبوا بها في الوسط الفني اللي سبقوكم، راكم ترحبوا اليوم بهذا الشباب اللي يمتلكوا الموهبه. لازم لانهم هما المشعل وهما المستقبل. احنا دائما نقول انا سنواتي ورايا كما يقولوا. وعلاش نادية؟ يعني المشعل دوك الشبيبة هذه لازم لا ماشي وعلاش يعني واحد قال لك عاش من عرفة يعني كيفاش نقولوا الفن ما عندوش حدود، مش العمر، مش نتكلم فقط على العمر، نتكلم انه فيه شباب جاي وكما قلت انت احتضنونا. انا جيت واحتضنوني وكان عندي الحظ باش تعاملت مع بزاف عمالقة وكبار الفن
ونقدروا اسماء يعني نذكروها، كاين اللي ماتوا كاين اللي مازالهم حيين، والحمد لله استقبلونا يعني بصدر رحب وتعلمنا معاهم ومشينا معاهم. يعني من بدايات انايا كان عندي فقط 20 سنه كي بديت، كان ممكن قدها ولا اصغر ولا وحنا لازم تاني كي يجي وقت انه ماشي باش نخليو، لكن المشعل هما اللي راح ندعموهم وهما اللي راح لانه هما المستقبل، حبينا ولا شئنا ام ابينا هما المستقبل. يعطيك صحة الصحة السيدة نادية بارود. نادية، وانت تتكلمي على الدعم لمختلف الاسماء، انت تعاملتي مع الكثير من كتاب الكلمات اللي معروفين في الساحه الفنيه، كاين اللي غادرونا كما كنتي قلتي، كاين اللي مازالهم على قيد الحياه. نادية، تفضلي تتعاملي مع اسم يعني كاتب كلمات معروف وتعاملتي معه من قبل، ولا تعطي الفرصه لشاب يحب يكتب كلمات كذلك في نفس الوقت؟ والله وين تكون الكلمه الجميله واللحن. الأسماء كان عندي حظ صح في البدايات أنه وقفت مع أو تعاملوا معايا، لأنه أنا كان عندي الحظ نكون معاهم واحتضنوني كما قلت لك. دا كمال حمادي، عمر عزوز، مزيان رشيد، فريد كزيم، تعاملت يعني مع أسماء كبيرة. لكن أنا ما يمنعش أنه كي تكون الكلمة جميلة حتى إذا كن مش معروف لكن يقدم الكلام، لأنه الأغنية هي ذاك الثالوث اللي فيها نعرفه اللحن الجيد، الكلمة يعني المهدفة اللي عندها رسالة، وطبعا يزيد نضيفوا له الصوت اللي يليق معاه واللي يزيد يدير له إضافة باش يكون لك هذيك الأغنية اللي تبقى، لأنه ماشي فقط غناء. احنا نعرفوا الناس بزاف ممكن كاين اصوات وتغني وتقدم اغاني، لكن المهم انه هي الاغنيه هذيك تبقى عبر تسمعها الاجيال، وتبقى هكذا التاريخ كما بقى الباتريمون تاعنا اللي احنا نحافظوا عليه دركا ولاهم يسمعوه الشباب دركا. يعطيك الصحه سيده نادية بارود. نوليو نرجس الان، واش حتقدمينا واش حتمتعينا في هذه السهريه الرمضانيه من برنامجنا أنغام بلادي؟ أغنية للسيدة زليخة صبر رشراش، الله يرحمها. صحة تحت تصفيقاتكم.
يعطيك الصحة. رائعة راحلة زليخة بصوت نرجس عبد الدايم، يعطيك الصحة. فرحتينا وفرحتي الجمهور تاعنا اليوم، كذلك اليوم يتابعوا فينا. واش تقول لنا على هذا الأداء؟ شكرا لكم، هذا من ذوقكم، نشر هذا الجمهور الرائع اللي كان الغناء قدامه حاجة بزاف مميزة. تصفيق عليهم. رحيم، احنا في انغام بلادي رانا جد محظوظين لانه اجمل الاصوات في عالم الفن الجزائري حاضره معنا. سيده ناديه بارود تحت صفيقتكم، حسين تيكلت، ومن اقوى الاصوات في مدرسه الحان وشباب بشهاده يعني الاساتذه يا رحيم. صح. لو تفضلتما يعني نقولوا الأستاذة والتلميذة قدموا لنا مقطع هكذا أكابيلا بصوتكما لو تفضلتما. والاختيار لكما. يلا حاجة تراثية على حاجة تاعنا باتريمون جزائرية نفكروا بها واحدة من عمالقة تاع الفن تاعنا، سلوى، اللي كانت سيدة سلوى ربي يرحمها متألقة سواء في التمثيل ولا في الغناء. يعطيك الصحة. تفضلي انت. يلا. كيف راي يهمني درت غرضك فيا ودرت غرضك فيا وما زالني معاك، ما زالني معاك، قل علاش ما زالني معاك. مين سعدي خايني دير كيما تبغي، صح دير كيما تبغي، ربي اللي عطاك، ربي اللي عطاك اخويا، ربي اللي عطاك. ما تدوب وما تدوم الشدة، نبدا من السلاك يما، نبدا من السلاك، وما تدوم الشدة، نبدا من السلاك اخويا، نبدا من السلاك، نبدا من السلاك، ما تدوم الشدة، نبدا من السلاك. مين سعدي خايني هموم كل الدنيا جرعتها معاك، جرعتها معاك يا الياس. مين ربي محني هموم كل الدنيا جرعتها معاك، جرعتها معاك، معاك معاك وهذا سعدي. يعطيك الصحة نرجس. برافو. محلاها ترانا راهو صوت اللي عاودها وغناها كذلك راهو معنا ما نساوش الفنان الياس اللي كان قدمها وقدمها يعني بحلة جميلة جدا. لهذا اللي يعطيكم الصحة وتصفيقة شكرا الفنانين وهذه القاعدة والسهرة الجميلة. نروحوا عند حسين، كيفاش ترجع لهم بالصوت تاعك؟ مرحبا بكم المشاهدين والجمهور كاع اللي معنا. اعطينا حاجه هكذا نسمعوها بصوتك اكابيلا. نعطيكم حاجه ما لا يغنيها معايا البيبليك، تغنوا معايا. هاكم هنا الشبيبه. هنا. امين 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 اللهم امين 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 اللهم امين 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 اللهم امين 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 اللهم امين. شكرا. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. حسين، لو تكلمني على الفرقة تيكيلت وهذوك الشبان يعني الفنانين اللي انتقيتهم بدقة تامة حسين. أكيد هو نحييهم من هنا كاع المجموعة، والاختيار كان يعني لازم كيما قلت لك قبيله احنا نمشوا مشيت لبعير وحده وحده وتخير وتشوف وتفهم الناس اللي تفهم الموسيقى وتمشي معك في الطابع الموسيقي. الفرقة هي يعني كما نقولوا من كل ربوع الوطن، وطنية الفرقة. الله يبارك. تحية لحسين تيكيلت. تحية ليك وتحية للفرقة، تحية كذلك لكل الجمهور اللي يتابع فينا الحين سواء كان هنا داخل الوطن ولا حتى خارج الوطن. حبينا في كل مرة أنه نصنعوا الفرجة والمتعة لكم حتى نخليكم تعيشوا هذه الأجواء في الشهر الفاضل. ما زلنا متواصلين معكم، ما زلنا متواصلين مع ضيوفنا. نجمتنا نهار اليوم نادية
بارود هي نجمة أكيد صف أول. في كل مرة نحكي على الأغنية الجزائرية، الأغنية التراثية، وانتم بمثابة سفراء للفن الجزائري، سواء من خلال اللباس التقليدي اللي تلبسوه ولا من خلال حتى الأغاني اللي تأديوها. انت اليوم راكي متواجدة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فجمهور يعني 2000 غير جمهور 2025. صح جمهور فرق كبير يعني، وقتنا ووقتهم. اش قلت لك مقبل انه المستقبل دوكا للشبيبه هذه، لانه هما كاين وسائل، كاين حظ في يعني في حاجات كثيره اللي ما كانتش حنا عندنا في هذاك الوقت. يبقى انه زمننا كان زمن جميل يعني، ما هذا شيء مفروغ منه، لانه عديناه بكل سلبياته وبكل ايجابياته يعني. واش كان في هذاك الوقت، لكن عايشت الجيلين نادية. الحمد لله. هاي كنت شويه مخضرمه انه لحقت بجيل الثمانينات، كان هذاك وين بداو، ومن بعد راني دوك مع جيل الالفينيات يعني. لكن لازم تواكب، لازم احنا كما قلت لك منى، دركا دخل الانترنت، دخلت وسائل التواصل هذه اللي لازم انت تكوني توجديها ولا تدخلي فيها يعني رغما عنك، وهذه هي. لكن تبقى قلت لك كل حاجه هي الرساله اللي تقدميها ولا تقدميها في سا ديبون كيفاش كل واحد كيفاش يوصلها. احنا في وقتنا كانت هذيك هي الوسائل، التلفزه، المذياع، كانت لا كاسيت، كانت وهما درك عندهم طريقتهم، عندهم لا مانيير، ولا كل واحد كما قال يقدمها بوقته بطريقته. وحنا نشجع الجميع، ونكون المهم انه تكون الحاجه جميله، وهذه هي. يعطيك الصحه، وانت مازال نحبوا نسمعوك ونتبعوك، وديما تجتهدي باش تمثلي الاغنيه الجزائريه والمراه الجزائريه. الله يخليك منى، اذا تفضلي متعينا تحت تصفيقاتكم من فضلكم. رب الله الزينة زينة ويا بالدغيد
برافو نادية. نادية بارود، وين ما تحل تصنع الفرحة كذلك في أفراحنا الجزائرية. الأغنية حاضرة كذلك، أغاني أخرى تراثية في كل مرة ترديها حتى تصنع الفرحة ويفرحوا لما يسمعوها الجمهور تاعك، سواء في الحفلات ولا في معروفة. يعني الأغنية القبيلية فيها شوية هذيك البهجة لأنه نعرفوا صح، خاصة الفولكلور هذا محبوب بزاف. وهذه هي. تسمعينا حاجة تاع لنا شريفة حاجة وين رحت لي وعلاش لا والله كنت في راسي هكذا حاجة صح غناتها آية زرزور، ماشي في الفولكلور هي معروفة بالاستخبارات، يعني الشويق تاع النساء كي يغنوا هكذا كي يكونوا قاعدين يديروا حاجات تاع المنزل تاع اكزاكتومون هذا هو، يعملوا حاجات في البيت. تماما. تفضلي. بقى على خير يقفو ثرثين فوق زهور وسطحان يطفي ميسا هكفن مدن وين تدور الجناغ نترو كل وايفنا يلهذ يمنيسا. الله عليك، يعطيك الصحة يعطيك الصحة. يعطيك الصحة نادية. هذه هي سهرتنا أنغام بلادي عبر قنوات التلفزيون الجزائري. أحلى قاعدة وأحلى سهرة رمضانية فنية راقية جدا. نوليو لأجمل ولا من أجمل الأصوات اللي شفناها عام 2025 في المدرسة، مدرسة ألحان وشباب. نقول فقط للمشاهد الكريم أنه نرجس راهي تحضر دكتوراه في علم النفس الاجتماعي. يعني هذا التحضير وهذا الدراسات وهذا الاجتهاد والفن وهذا العالم الجديد، كيفاش راكي رايحة تعملي باش توفقي بين الاثنين نرجس؟ اولا انا نقول باللي ما كنتش نقدر نوفق بين الدراسه والفن. فلما ربحت شهاده البكالوريا والديا قالوا لي مادام حققتي الحلم تاعنا وديتي الباك دونك بدي تدخلي في الفن. سمحوا لي من تما انا بديت برونشيت للفن، واوطون كو ندير في حاجه نحبها باسكو نحب علم النفس الاجتماعي ونحب الفن، دونك نقدر نوفق بيناتهم. يعني مسألة حب. نعم مسألة حاجة نجتهدوا. تحبي حاجة تقدري ديري بزاف حوايج تحبيهم، تقدري ديريهم او ميم طون باسكو تحبيهم ديريهم برغبة، دونك حاجة سهلة بوغ مو. يعطيك الصحة. ولو سمحتي قدمي لنا هكذا مقطع صغير أكابيلا، صوتك الجميل. شكرا لك. نقدم لكم مقطع لوردتنا الجزائرية. يا سلام. لولا الملامة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة. واطير وارفرف بالفضاء واهرب من دنيا الفضاء. وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة من الملامة. سلام. الله يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. هذه هي مدرسة ألحان وشباب. يعني شيء جميل في هذه الطبعة نادية، طبعة تاسعة، طبعة مميزة. الأصوات كلهم يأدوا يعني كل الطبوع الموسيقية، يأدوا كل الطبوع الموسيقية. يأدوا. هذا هو الجزائري، يعني الفن الجزائري الحمد لله. صح. كم كلهم متخصصين، وكاين اللي عندهم متخصصين لكن
يحبوا ويتقنوا. كاين بزاف اللي يعني يتقن اكثر من طابع، وهذا شيء جميل يزيدنا ثراء ويزيدنا فخر بالفنان الجزائري. صح. يعطيك الصحة. حبيت نعقب على حاجة برك. أنا في بدايتي في ألحان الشباب الأغنية تاع صبر رشراش كان أستاذ معايا في مدرسة ألحان الشباب طارق قادم. كان يقول لي دائما بأنه الأغنية تاع صبر رشراش هي اللي دخلتني للمدرسة في الكاستينغ. دونك سي بور سا حبيت نغني هذوكا باش شغل إهداء مني ليه. يعطيك الصحة. وأنا كي دخلت كنت نغني غير الطرب، نغني غير وردة أم كلثوم. كي دخلت لمدرسة ألحان وشباب وليت أي طابع يعطوه لي نغنيه. هذه هي المدرسة وهذه هي الميزة تاع ألحان وشباب. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. إذا حسين، وش راك تحضر، وش راك توجد؟ احكي لنا في عام 2026 هذا، هل فيه جديد؟ راك تكتب وراك توجد؟ أكيد، هو إن شاء الله دائما نتمنى أنه المسيرة يعني تتواصل ويكون دائما الجديد، ولازم صح. الفنان يكون دائما قريب يعني للجماهير تاعه والمحبين تاعه باش يكون دائما تواصل. كما تعلمين كان عندي 2 ألبومات في العام الفايت، ودروك راني نحضر ألبوم، وإن شاء الله نتمنى أنه ينال إعجاب المستمعين إن شاء الله يا رب. على بالك نرجس ورحيم ونادية أنه كما قال حسين تيكلت خطوة الفنان والنجومية يلحق لها بخطوة. على بالك أول آلة موسيقية صنعها هو هكذا حاجات خفاف راح جابهم وصنع أول جيتار هكذايا. أكيد الجيتار يعني في الدار كنت يعني نحب الموسيقى بزاف، واي حاجه يحبها البنادم ويصبر عليها يجي الوقت اللي يعني يوصل يلحق خطوه خطوه يوصل. الآلة خدمتها يعني بمعدات بسيطه كيما سلوك الفران تاع الدراجه بدون دوك البادين تاع بكري اللي جو تاع زيت اللي فيهم. هذا كله حب تاع الموسيقى خلاه يختار. والمونش هكا لوحه طويله خدمت بهم آلة نحييوه، واليوم راهو نجم ما شاء الله. شفتي خطوه بخطوه صح. من هذاك اللوحه والبيدون وهذوك السلوكه للعالميه. يعطيك صحه. تحيه لحسين تيكي. تحيه. هذا حبك للفن وشغفه للفن، وهذا هو الفنان الجزائري ابن البيئة تاعو، خاصة أنه الأغنية الصحراوية وصلت للعالمية بفضل أسماء وعمالقة الفن الجزائري. يعطيك الصحة حسين. بارك فيك. مرة في كلام كبير، مرة في كندا كنا في حفل هكا نغني أنا فوق المسرح نغني، وتفكرت هذيك اللحظات نتاع الطفولة اللوحة والبيدون هذوك تفكرتهم، يعني ساعات يجوك أثرت صح يجوك. واليوم شوف وين راني في قارة أخرى ونمثل الموسيقى نتاعنا احنا الجزائريين. تحية أخرى لك، تستاهل. يعطيك الصحة. تستاهل تحية كبيرة، ونتمنى لك دائما النجاح والتألق في المسيرة ديالك، خاصة في الأغنية الصحراوية. كنا نحكيو على الشغف نادية تاع حسين من خلال الفن الجزائري والأغنية الصحراوية، كذلك حبك وشغف الفن والجمهور تاعك كذلك. راك كي توجدي ألبوم كذلك في نفس الوقت بعد ما كان ألبوم أخير بالتعاون مع كاتب الكلمات، نقولوا شكون؟ يعني أواخر الألبومات ما يخفاش الجمهور تعاملي دايما مؤخرا صرت نتعامل مع الزوج تاعي لأنه قريب ليا. تحية للزوج الكريم. كل امرأة عظيمة زوج عظيم. هذه يعني عكسنا شوية وهو اللي يفهم يعني يجي في لأنه دوك صعيب جينا الوقت لي سينجل يعني الأغنية الفريدة يعني المنفردة ومش ألبوم، فصرنا باش ما نديروش الحاجه الكونسومي اللي مستهلكك بزاف. باش تحوصي المواضيع لازم واحد فريمون قريب ليك ويعرف كيفاش تخمم، يعرف واش تحبي، طبقه الصوت تاعك، يعني يكتب ويلحن في نفس الوقت. يكتب ويلحن. البوم الاخر عندي عملت البومين اخرين كله معاه، يعني معظمهم كاين دي تيتر يعني كانوا تعرفوا كاميليا،
الخالات، يعني بزاف. علاش كاميليا؟ كاميليا غنينا على بنتي الثانيه. تحيه لكاميليا. تحيه لكاميليا وميليسا باش ما يزعفوش. ميليسا باش ما تزعفش علينا. ويانيس في الاخير. اخو البنات. اخو البنات هذا ربي يحفظهم لك ناديه. شكرا، الله يخليك الله يخليك. راح يكون فيه تعاون واحد اخر مع الزوج؟ طبعا دائما لحد الان، يعني معليش غلق الابواب على ملحنين ولا كتاب الكلمه، لكن قلت لك بحكم انا متواجده شوي اكثر شيء برا الجزائر، فهو الاقرب، هو اللي قلت لك تجي فكره هكذا نجري نقولها له، فهو اللي يكتب خاصه بالقبايلي. هو يعني احسن من يكتب وينظم بيا ويلحن، فلحد الان ماشيه الحال على شيء كما يقولوا. وانت يا نرجس السند نتاعك منين راكي تستمديه الان باش تروحي للامام؟ الاب ديالي. تقولي له؟ نقول له شكرا بزاف على ثقتك فيا، شكرا بزاف على الدعم تاعك. انا كنت دخلت في مدرسه الحان وشباب، كنت نشوفوا انه كل بايم يجي يساندني، كي نغني اغنيه حزينه يبكي معايا، كي نغني اغنيه فرحه يفرح معايا، كان توجور معايا. ومام كي كنت في اوقات نفشل كان يقول لي ما تفشليش، انا بوغ مو انت احسن وحده. وانا نقول انت احسن اب في الدنيا. البنت ابوها ربي يحفظه لك ان شاء الله. شكرا لك، تحيه للوالد، شكرا للوالد نتاعك. هيا حسين، وانت اكثر انسان يوقف لك على كل صغيره وكبيره فيما يخص اعمالك شكون؟ والله انا نقدم تحياتي الكبيره بزاف للزوجه تاعي. ايوه. اللي هي اللي ترافقني في كل اعمالي وفي كل يعني تنظيم حفلات، في كل حاجه. يعني انت معك الزوج تاعك وانا معايا الزوجه تاعي. السند مهم جدا. ربي يوفقكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. وربي يوفق كل انسان عنده هدف في حياته، يصبر ان شاء الله يوصل للهدف تاعه كيف ما كان. لانه يقولوا اليد وحده ما تصفق. أكيد. صح. يعطيكم الصحة. نظن أنه وصلنا إلى ختام عددنا لنهار اليوم. هذا العدد حاجة مع الآخر هكذا نسمعوا ثلاثية بيناتكم، حاجة تعطوها لنا مع الآخر بصوتكم. بلادي هي الجزائر وعليها راني حاير، تمنيت نروح لها صاير، والفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه، والفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه. والله ما نسيت عنابة الغالية، قسم طينة وسطيف العالية، بلادي نارها في قلبي قادية، والفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه، والفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه. الله 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 يعطيكم الصحة. هذه الجزائر وهذوما أبناء الجزائر وهذوما فنانين الجزائر. تحية لكل اللي يتابع فينا الحين. نظن أنه وصلنا كما كنت قلت هنا للآخر. أكيد كلمة أخيرة وش قلنا في الآخر؟ لكم شكرا على العرضة هذه، الدعوة الكريمة هذه. إن شاء الله دائما برامج التلفزيون الجزائري، التلفزيون الجزائري دائما سباق ومتألق وكلكم بكم انتم بكل عمالها وهذه هي. ونتمنى لكل جزائريين الخير والهنا، وبلادنا ان شاء الله دائما سالمه غانمه في كل الميادين، رياضيا سياسيا كل شيء يا رب. في العلالي ان شاء الله دائما في العلالي. نحبك يا الجزائر، وانت الحب الاول والاخير اكيد. يعطيك الصحه. تحيه للجزائر. حسين تيكل، فرحنا كثير بحضورك هذه السهره الرمضانيه في انغام بلادي. الله يبارك فيكم ويبارك في كاع الحضور اللي هنا، البيبليك انتوما، انت تاني اللي والاخ شكرا. اللي يعطيك الصحه حسين، كان معاكم حوار شيق وحصه يعني ما شاء الله. شرفتونا. ونقول لكم صحة رمضانكم وكل عام وأنتم بألف خير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والهنا، وصحة عيدكم تاني في نفس الوقت. ونتمنى إن شاء الله كما قالت الأخت دائما يكون الحب والسلام والاحترام بيناتنا،
باش نقدروا نبنوا مجتمع واعي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يعطيك الصحه حسين، بارك الله فيك. نتلاقاو دائما ضمن فضاءات قنوات التلفزيون الجزائريه. يعطيك الصحه. نروحوا عند نرجس، واش تقول لنا في الاخير؟ نقول لكم راني جيت سعيده اليوم اللي تشاركت البلاطو مع اسامي فنيه كبيره كما الاستاذه ناديه والاستاذ حسين، ونقول لهم منكم رانا نتعلموا ان شاء الله، نرفدوا المشعل تاعكم ان شاء الله، ونكونوا فريمون كما كتقول نكونوا فنانين مستقبل. والشكر لكم انتم ثاني على هذه الاستضافه الجميله، كنتم رائعين. شكرا للجمهور الرائع اللي كان معنا، كان كامل الطاقه تاعو وعطانا شعور مميز وحنا نغنوا. ذواق جمهورنا. نعم بزاف. شكرا للتلفزيون الجزائري اللي هو كما قلت في البدايه هو دار كل شاب موهوب، دار كل فنان، دار كل جزائري. انا من الاول يعني الدعم تاعي بدا من هنايا. وتحيا الجزائر وصحه رمضانكم، وان شاء الله كل عام وانتم بخير. شكرا حبيبتي نرجس، حسين وناديه بارود، يعطيكم الصحه. فرحنا بزاف اللي كنتوا حاضرين معنا اليوم من خلال هذا البرنامج أنغام بلادي. رمضان يلمنا، وصلنا إلى ختام عددنا لنهار اليوم. شكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج. نتلاقوا الأسبوع القادم منى أكيد مع نجوم آخرين من أهل الفن الجزائري باش نفوتوا أحلى سهرة رمضانية من أنغام بلادي. إذا نقول لكم ابقى على خير، ونقولوا الحسين تيكلتي تفضل باش نسمعوا آخر أغنية. بقوا على خير. ليلى نمك عاد سمان، ليلى نمك عاد سمان، لعدراني نيدا غرون بالزغاكا لالي نهرون، مغرراني نيدا غرون بالزغاكا
ميلا نمك عاد سمان ميلا نمك عاد سمان لعدراني دغرون